لا سكيورتي كتكلف على سكيورتي تبداو تعسها هو انا اللي قالها لكم الجنرال الله يخزيه قال لك هذا البلاطو نتاعك انا اللي راني مجيره عندها بالورثه راك غلط ملايين اللي راك يا راك غلط يا الراي يا دنيا تسمى قدام ربي يحل يوم القيامه حلتها النهار هنا مع بلال. صحفتكم كنا وعدناكم وبرمجنا إعادة لحصة النائب البرلماني سليمان سعداوي، الحلقة اللي عجبتكم بزاف واللي تميزت في الحصص تاع رانا حكمناك في اي بي. حنا في النهار حتى في الإعادة راح نتميزوا على غيرنا، زدنا 5 دقائق إضافية، وهذه ال5 دقائق ما شفتوهمش في الحلقة الأولى، لكن المفاجأة الأكثر اليوم أنه الحلقة راكم رايحين تشوفوها مع النائب البرلماني سليمان سعداوي اللي راهو حاضر معنا اليوم. اهلا بك سي سليمان. نعم. سليمان سعداوي راح يقول لكم كلمه لكم انتم اوفياء النهار، ونظن كاين كلمه واحده اخرى راح للجماعه تاع الفوق. مشاهدينا الكرام اهلا بكم. نقاش على المباشر يستضيف اليوم شخصيه مثيره للجدل، يطرح الكثير من الاسئله لا يعرف له لون سياسي. اليوم معنا النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد سليمان سعداوي. أهلا بك سيدي. أهلا. يقال أن سليمان سعداوي يعني لم يفصل في لونه السياسي، مرة يكون في المعارضة ومرة يكون في الموالاة، مرة بلال دخلة واعرة باه يلعب على المورال تاع سعداوي، يا درا راح يقدر يقلقه ولا لا؟ الفترة اللي قضاها في البرلمان علاش حتى الآن مازال ما تبتش لون سياسي له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا مانيش عارف التسميات اولا منين جبتها انت لو خليتني في ما نهضر في السياسه ندافع على روحي. لا هذا اسماء هذا درك انا ما كنتش نتسنى تخرج هذه الخرجات اللي داري كيما رانا. قال ودي حنا رانا نشوفوك تهضر مع المعارضه وتهضر للموالاه. نهضر للمعارضه نقول لهم لك انا هذا سي سليمان هذه كانت مقدمه، ولكن انت الاف من الجزائريين انت كي دير المقدمه كصحفي راك تعطي للناس اطروت عليها يبنوا تصوراتهم. راني نقول فوق، راني نقول لك التقديم اللي درته فوق ما يصلحش. انا راجل، انا بنادم ديبيتي جاي عن من منطقه فوطا عليا شعب هازين ولا شيء، فوطا عليا شعبها. راني نناقش في المعارضه والموالاه. سعداوي بدا يطلع له الغاز وبلال راهو يزيد له في الضغط. انت نقول فيك كلام نقول لك اودي انت سميتك اسد السياسه. يا ودي لا تسميش اسد السياسه، خلي الامور تسمي روحها. تقبل انت نقول لك اي تسميه في الصحافه؟ تقبل انت نقول لك درك انا نولي انا اللي نسالك؟ مانيش ندخلوا في موضوعنا. ادخل لي لا بصح انا راني نقول لك هذا كلام تاع بنادم ولا تاع طور. دافع على روحي نمشي نروح لدارنا. باش السعبي يتصور عليا قال ودي راه قال له في البلاطو هذاك تاع الصحافه تاع قال له كذا ويقعدوا عديان الله يبنسلوا بها. يا ودي بصح انت انا ما كنتش النقاش ديالنا لا النقاش انت نورمال وتعرف واش راك تحط. راك تهضر مع بنادم شاري ونص عنده احساس برلماني جايب عن الشعب، حط لي الاسئله نورمال. قال لي ودي واش راك فتوى راك تقول هذا الكلام وراك تقول هذا الكلام وجاوب. سي سليمان المخرج يقول لي نروحوا الفاصل الصغير ونعاودوا. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل صغير ثم نعود. هو برلماني ورجل أعمال، نشاطه مشبوه في ولاية الجنوب. عشقه للشكارة وحبه للسلطة وحلمه بالاستوزار جعله يبيع كل شيء. له شركات في 3 ولايات، بازا، تيارت وبشار. يدعي أمام أبناء بلدته أنه فقير، غير أنه اشترى عقارات في سلطنة عمان. يقطن حاليا بفيلا فخمة في منطقة الشراقة بالعاصمة رفقة زوجته الثالثة الجامعية. إنه النائب عن الأفلان سليمان سعداوي. نستغل خبراتكم العلمية. مشاهدينا الكرام نعود بعد هذا التقرير. الآن معنا السيد سليمان سعداوي نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني يجيب ربما سخن اللعب وسعداوي باين راح يقلبها. شنو هذا؟ بالك باللي واش راكم في الدنيا ولا في الآخرة؟ واش هذه تيبازا والالمان والطاليان والعقارات؟ هذا نورمال ويمشي للحبس. هذا اللي راه يدير هذا الشيء، هذا اللي عباد الله يجرمها. هذا واش عارف اللي كان رب ولا والو؟ هذا اللي باغي يوري الشيء. سبحان الله وبحمده. يا خويا باغي يهبلونا.
كاين بشر في الصحافه اللي يقول الكلام ذا، يطلق يجني على عباد الله. يا سي سليمان يا ودي والله ما نستعرف بك يا ودي. شوف اقسم بالذي لا اله الا هو، لا هذا منكر، هذا البشر كل يدخل الحباس. سي سليمان الا تقول واحد عندها العقاره في تيبازا، وين نعرف انا تيبازا هذه؟ انا وين نعرف دبي؟ كاين تقارير عليك في الاجهزه الامنيه، هذا الشيء تسقيناه، هذا الشيء واش يقولوا عندي انا؟ واش يقولوا عندي؟ يقولوا باللي السي سليمان عنده شركات وعنده املاك وعنده عقار. شوف الا قالها لكم الجنرال الله يخزيه والله يحرقه. لا يا سي سليمان ما تكلموش على ناس ماهمش معنا في الاستوديو. الا قالها شوف الا قالها الصحفي اللي قالها، لا انا نقول لك حاجه قدام المباشر، اقسم بالذي لا اله الا هو غدوه نرفع دعوه قضائيه على السيد هذا. قول لي شكون هو اللي دار التقرير ذا؟ مصدر صحفي ما نقدرش. ما كانش مصدر صحفي، نقول راكم باغي تبهدلوا عباد الله. سمعت في زورا وبهتانا وراني نتحداكم ونرفع لكم دعوه قضائيه. هذا تشهير في باطل الله. السعداوي سليمان ولا يعرف تيبازا؟ انا وين نعرف تيبازا؟ انا وين نعرف دبي؟ طبعا الرئيس بيان رئاسه الجمهوريه انتخابات تشريعيه مسبقه خلال اشهر. الرئيس بوتفليقه قرر حل البرلمان بغرفتيه، وقرار الحل جاء بعد تعديل الدستور. بيان رئاسه الجمهوريه الانتخابات التشريعيه المسبقه خلال اشهر. انت مقبل السي سليمان قلت لي بلي ما نتوقعش انه رئيس الجمهوريه يحدث اي تغيير حكومي والى اي تغييرات. الان يشار لي في الاستوديو انه التغيير تم قبل ذهاب رئيس الجمهوريه الى جنيف. اليوم واش يقول سي سليمان البرلمان وراك غادرته. اليوم نتكلموا على سي سليمان كمحلل سياسي ولا كخبير. يا بلال انا نتاسفوا لانك اليوم كي ندير نهضر على رئيس الجمهوريه وانا تفاجات بحاجه مانيش عارفني. انا بالك الشعب غادي يدوخ يقول اودي البشر ذا اللي كان يقول لنا باللي الفقراء وكذا هو راه عندها البلاد. هذه حقيقه. هذه حقيقه سي سليمان راك حابنا نخبيو يا سي سليمان. تعرفني بلي انا نحبك وتعرف على قلبي. هذه الحقيقه انه انت عندك شركات والله العلي العظيم انت تدخل جهنم. اقسم بالذي لا اله الا هو ان تدخل جهنم انت. والله انت تدخل جهنم. والله الا انت مبشر بالفساد. والله انت تدخل جهنم. انت يا سليمان تعرف شاك تقول يا سليمان على بالك تدير روحك اللي عارف اتهامات كيما هذه على المباشر. راني نقول بالعام يتحرك. راني نقول راني نتهمك على المباشر. اقسم بالذي لا اله الا هو. لا انت شوف لا روح ارفع لي دعوه قضائيه. انت شوهتوني. التحقيق القضائي سي سليمان كلامك كان على المباشر والمصدر القضائي الان النائب العام يقرر فتح تحقيق قضائي في قضيه البرلمانيين الفاسدين. خلينا نقولها اليوم على المباشر. لا قولها علي انا ماشي البرلمانيين الفاسدين. يشر لي الان انه النائب سليمان سعداوي ضمن القائمه. هذا الان الكلام اسمع هام الكاميرات قدامك. خلاص راني سمعتك. راني سمعتك. انا راني نقول لك والله ما نستعرف بيك. والله ما تكون عندي ولد مؤسسكم ما تدفعش عليا دعوه قضائيه. وانا ما نرفعش النائب العام راه حرك دعوه قضائيه. انا نقول لك باللي يقول لي اللي دار التقرير والله نرفع عليه دعوه قضائيه. تشهيرك اللي دار التقرير معاك بلال كباش قرا التقرير بلال كباش انت هو. انا اللي درت اذا والله نرفع عليك دعوه قضائيه. راني حلفت لك بالله حرك النائب العام. انا نرفع عليك دعوه قضائيه. انا والله العلي العظيم نرفع عليك دعوه قضائيه. سعداوي راني يهدد. ربي يسلكها على خير. الشعب الجزائري كنت تسمعوني يا الشعب. شوفوا اذا لقيتوا عندي الشركات خرجوني في ساحه عموميه وحرقوني. والله نضرب على روحي. هذه صحافه. نروحوا الفاصل. هذه ما تروح لا صحه لا فاصل لا خلينا نروحوا الفاصل. خليني ندافع على روحي سبحان الله وبحمده. انا نعرف تيبازا. وين نعرف تيبازا؟ نعرف دبي انا. يلا خرجونا في الشارع. يلا الصحفيين نتوما يلا درك خرجوا انا وياكم الشارع وجيبوا اللي تبغوا ياك. ويلا نهودوا للنعامه وروني هذا القضاء اللي قال لكم انا عندي الشركات. المكالمه سي سليمان سعداوي. خلينا نجريو المكالمه ربما من يشار من مجلس قضاء العاصمه ولا من المكالمه. تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي اختي. انا السي سعداوي. عقلتني ولا ما عقلتنيش؟ لا ما عقلتنيش راك سيور. تاع مين ندخل في خيط تاع التليفون باش نعرفك. راكي على المباشر ويقعد على المباشر ونطلب من المخرج ما يخرج لا فاصل ولا يصير انقطاع. ما كان لا فاصل ولا محزن. تفضلي
ما تقطعش الهضره سي سليمان الله يخليك، علاش راك تقطع في الهضره؟ اي قولي واش راكي كاين. واش يسوى سعداوي؟ واش تسوى؟ تفضل. ما عقلتنيش انا هي اللي برميت لي الدار. اسكت الله اكبر، رانا في داعش هنا. اي اسمعي، لا خليني ناخذ لي ما خليني نكمل الهضره ديالي. خليني باش الناس كامل يعرفوا هذا الشخص هذا واش يسوى. انا هي ميمي. واش هي هذه؟ علاش وجهك صفار؟ اسمعي، انت بعدا من حطب جهنم، وهذا بلال اللي معايا من حطب جهنم. هادو راني نقول لكم غير حاجه سهله، هاني نتحداكم هذا البارون. واسكتي علينا. سهام ميمي هكذا ميمي هو يعرفك بميمي، معليش خليه يروح اودي والله ميمي احنا كاملين ميمي هاد السماوات واه. اسمعي انتيا والله انت تدخلي لجهنم. راني والله نحلف عليكم، وراني نقول لك راني نقول للنائب العام تاع هل صكوك الجنه راهي عندك؟ النائب العام تاع العاصمه. هذه وليه راهي تبكي، هذه تضاف اللي عندك ضحيه واحده اخرى، عندك ضحيه الاخت ميمي، الاخت سهام، النائب العام راه يسمع فيك الان المباشر. ميمي وميمياتها الغشره في الزنق غيتلاوحها ميمي. وين تبان يا ميمي انتي؟ الاخت سهام الحقيقه راح تبان اليوم ولا غدوه امام الله. واش هذه حصه ولا جنازه؟ ثم انا وليت المجرم، انا السعداوي سليمان الفاسد، انا اللي راني نكذب على الشعب. سي سليمان انا في حياتي ما بكيت في بلاطو ولا، لكن لما تلحق الجرائم ديالك لهذه الدرجه خلينا نقولوا باللي خلاص باسطه منكم، انت خلاص باسطه بالطليانيه هي كملنا معاكم. انا كي وجهت لك الدعوه كان عندي الملف. استنى سي سليمان، جيب لك كتاب تاع القران هنا. سي سليمان اقسم اقسم هاي لك هاي لا طابلات وفيها كتاب تاع القران وهذه يقسم عليها. لا عاود على المباشر. هاي لا طابلات. لا ما كان لا طابلات، هذه تاع ميمي، هذه خلينا بطابلات ميمي. قول اقسم بالذي لا اله الا هو لا كنت لح عليا باش كنت معاه. سي سليمان اقسم بالذي لا اله الا هو. راك سقطت وقلت ميمي، تعرفها ميمي. يا الراي ياك يا دنياك. تسمى قدامه ربي يحل يوم القيامه، حلتها النهار هنا مع بلال. سمعت قال هذا يدخل الجنه. معليش سي سليمان اسمع لي انا سمعتك نصبح غير انت تهضر. اسمع لي 30 ثانيه فقط. احنا في عادتنا لما نديروا ملف ونتكلموا في الجريده، سواء في الجريده او في التلفزيون، نديروا اجراء اتصال مع الطرف المتهم. اليوم انا كنت اكثر احترافيه. يا اخي استنى، لانه عندك ضحايا اكثر، هذه غير ميمي. نجيبوا ضحيه اخرى. طلنا في هذا الجزائر تابع السعداوي في بطن الله. السعداوي انت راك تكون الاول وراح يكونوا موراك. جميع واحد فسد في هذه البلاد وجميع واحد حقر في هذه البلاد راح يكون قدامنا في هذه المحكمه. هيا يلا مباشر. هيا استناك ولد المره. ولد المره اليوم هيا استنى لا حصانه برلمانيه تقدر تحصنك، والمسار المعاملات وليس التخابرات، لأنه المخابرات شيء شريف، أنت ما كنتش تمارس المخابرات لكن تكون تمارس أمور أخرى داخل الحركات النضالية. شحال من واحد يا سي سليمان خليني لما تهمتني أنا اليوم وقلت عليا بارون، خليني نقول لك وانا نعرف تاريخك مليح والناس تعرف تاريخك مليح. اسمع، شحال من واحد دخل الحبس بسببك أثناء النضال. شحال من واحد من أبناء الجامعات اللي كانوا معاك دخلوا الحبس، هما في الحبس واللي خلاص عليه مهبول، اللي قد فتشا لا سيكوريتي. اليوم راك نايب برلماني، ما دخلوش اللي لا سيكوريتي كتكلف على لا سيكوريتي تبداو تحسها. وانا وين راه هذا اللي دخل الحبس؟ وين راه؟ داروا لنا ترانزيتور سير اوران وير من تلمسان الوهران غير كان فيها غير انا، كل مشاكل فيها انا، وحنا كنا انت واحد من هذا. اسمع انا والله ما راني فاهم لك وما فاهم لك سي من جي من تاع. خرجنا من واش راك باغي؟ انا باغي اليوم الا راك باغي تقول للشعب الجزائري باللي انا يسموني بلال اللي نطهر الجزائر من البارونات والخيان والفساد ونبدي بالسعداوي. راك غلط، الملايين من يا راك غلط، تدخل جهنم. البارون هو انت، مو المشاكل هو انت. وهذا اللي داعا راك دايرها باش تبهدل عباد الله في باطن الله.
واحد كيما انا والله العالي العظيم ما تقدوري، والله العالي العظيم ما تقدوري، والله ما تقدو. شوف، واذا كاين قضاء في الدوله هذه راني نتحرك، راني نتحدى النائب العام. باغي تهبلني، باغي تهبلني. كي كنت في الحصانه كنت تعرف قادر على المعرفه ديالك، قادر على الكتاب، لكن الان يا سي سعداوي انا خليني نقول لك سي سليمان طلعونا في الجبل. اسمع، هذه ميمي هذه وبنت الحاج، انت وين نعرف عمارك انا، وين نعرفك. انا اليوم راك في بلاطو ديالي، هذا البلاطو جبتك انا امام المشاهدين، راك على المباشر. اليوم انت انا كي تكون في البرلمان جيبني البرلمان وحاسب الصحفيين. راكو تشوفوا الشعب قال لك هذا بلاطو نتاع انا اللي راني مجيره عندها بالولاد ساعه، ويجيب عباد الله يبهدلها هنا ويسوق لها واش بغى. سي سليمان اقرا العجل سي سعداوي. هادو هما نوابنا سيدنا الكرام. يا ديني هاو سكي يا ديني بحال واش في هذه المشاكل اللي كنت كلمة الشعب الجزائري يحبوك باسكو طلبوك بكثره، طلبوا اعاده الحلقه تاع سي سليمان سعداوي. اولا يكثر خير الناس، ولا الناس اللي بغاو يشوفوها ماهوش باش يتسلاو بها ولا يضحكوا عليها ولا يضحكوا علينا، قد ما انهم جاتوا في منطق الامور. اولا انا ما كانش على بالي باللي باغي يديروا لي قالب، ثم ان ذاك اللي في قلبي قلته. بالمناسبه انا قلتها في قبه البرلمان المداخله التاليه، قلت انكم كنتوا تعطوا النواب الشعب الوسائل اللي يعبروا روحهم بالشعب باش يعرفوا على حقيقتهم. هذه الخدمه ما دارتهاش الحكومه، دارتها قناه النهار في حراسة